اهميه مشاركه حضرتك في المؤتمر ثقافه مصر في المواجهه. شوفي يا حبيبتي، هي مش بس مشاركة، هي إصرار على إن التتر اللي بيقول لك ثقافة مصر في المواجهة. مهم جدا إن ثقافة مصر تكون في مواجهة التخلف والجهل والإسلام السياسي والهمجية والإرهاب وكل هذه الأشياء. مش هتقضي عليها غير الثقافة، لأن الثقافة هي الحاجة الوحيدة اللي هتصيغ وجدان هذا الشعب وتعمل له التوعية، وبالتوعية محدش يقدر عليه. لأن الإخوان المسلمين طوال الفترة دي والراجعين والمتخلفين بيجزروا إيه؟ بيشتغلوا في وسط مين؟ الجهل، بيشتغلوا على الجهل والفقر، واخده بالك؟ فمن خلال الجهل والفقر قدروا يستحكموا بمصر. فانت النهارده لازم تعملي، مش تهاجميهم بقى وبس، لا ما تهاجميهمش، لكن انت تعملي العكس بقى. انت اللي تعملي الثقافه اللي لما هم يجوا يدخلوا عليها ما يعرفوش. انت تحلي مشاكل الشعب الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، لو حبوا يدخلوا فيها ما يعرفوش. فده دور الثقافه ودور المثقفين، ان يتحولوا الى مناضلين من اجل غرس الفكر الثقافي الوطني الشعبي في قلب مصر. ايه الدور اللي بيقع على وزاره الثقافه ان هي تفعل دور المثقف وتدمجه داخل مؤسساتها؟ شوفي، انا مش هقول وزاره الثقافه، انا هقول المثقفين يطلبوا من يعملوا مشاريعهم وعلى وزاره الثقافه انها تنفذها. لأن إحنا النهاردة هذا المؤتمر نتيجة الاعتصام اللي إحنا عملناه، رفضنا الوزير اللي كانوا جايبينه ورفضنا السلطة نفسها، فرسخنا موقف للمثقفين. فالدكتور صابر عرب جه على هذا الوضع. هو النهارده انا بعتقد ان هو طبعا يعني ايجابي جدا جدا بالنسبه لهذا المؤتمر، ودي الخطوه الاولى فعلا اللي بتتقدم في الثقافه المصريه في مواجهه التخلف. وده اللي احنا عايزينه، ما يكونش بس في مصر وما يكونش بس في المدينة، لازم يكون في كافة محافظات مصر. لابد ان احنا نروح للفقراء البسطاء اللي هم محتاجين مننا الكلمة والهدمة والعلم والعمل. ده اللي انا طالباه من السلطه اللي موجوده. ومش انا بس اللي طالبه، ثوره 25 والموجه الثانيه منها ثوره 30 لهم مطالب محدده علينا ان نعمل من اجل تحقيقها: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كويس، كرامه انسانيه. لابد الاربع اهداف، في حين تحقيقهم هنبقى قضينا على الأمية وعلى الثقافة المتخلفة وعلى المشاكل اللي موجودة لأن العيش لازم توفري اللقمة. العدالة الاجتماعية لازم يبقى في عدالة اجتماعية للجميع، كويس، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. كرامة الإنسان لا يمكن هتتحقق إلا من خلال تحقيق مطالبه واشتراكه معنا في تثقيف هذا الشعب. تعليق حضرتك ايه على السخط اللي حصل في المؤتمر ضد وزير الثقافه؟ والله دي مجموعه لها اراء عايزه تقولها، ما تقولهاش بالطريقه دي. يعني انا مش ضد ان الناس يكون لها راي، لكن مش بالطريقه دي، لان الطريقه دي طريقه يعني استعراض. مش عايزه تعمل تطلب الكلمه، يطلبوا الكلمه ويقوموا يتكلموا زي ما هم عايزين. لكن اللي عملوه ده جاب ايه؟ ما جابش حاجه. عندهم اراء وهم ضد الوزير. انا ما عنديش مانع ان ابقى ضد الوزير، ابقى ضد اي حد في الدنيا، ولكن بشكل منظم. انا في مؤتمر وفي ندوات، في ندوه من الندوات يطلب كلمه يقول رايه ده، انما الطريقه دي شو يعني استعراض يعني.